السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض يا جماعة أحلى مخلل اللفت. تمام، ده المخلل بتاعي حوالي 4 كيلو من اللفت. جبتهم وقطعت العروق اللي فوق وغسلتهم كويس. لازم يتغسل كويس كويس لان بيبقى فيه طينه لازقه فيه جدا، تبقى عارفه انت يعني ايه، ما بتشوفهاش كده. لازم يتغسل وتنضف بالفرشه بتاعتك كويس عشان الطينه اللي هي بتبقاش باينه دايما ما تتوهش مننا. وزي ما انتم شايفين السكينه بتاعتي فيها حمار كده من البنجر او الشمندر اللي هنعمل بيه المخلل بتاعنا. انا قطعته هنا شرايح زي البطاطس بس على ادخن شويه. تمام زي ما انتم شايفين كده، بصوا. عشان لو قعد معانا مده ما يطرش مننا، يبقى مقرمش وحلو كده ولذيذ ولذوذ. بصوا قطعته هنا شرايح زي ما انتم شايفين كده على البلانشه بتاعتي. وزي ما تحبي، ممكن تقطعيه تخين، ممكن تقطعيه رفيع، انت زي ما تحبي. بس انا حاولت ان على قد ما اقدر ان انا اقطع كله نفس السمك، يعني نفس التخن. وهنا كمان المخلل بتاع اللفت بتاعي كان طري وحلو، يعني ساعدني ان هو في التقطيع يبقى حلو وفي الطعم يبقى احلى كمان. لأن كل ما تجيبي مثلا اللفت بتاعك صغير يبقى احسن، انما الكبير ده بيبقى ناشف من جوه ومش حلو، بيطلع معاكي مش حلو في المخلل، بيبقى طري وبايظ كده. وهنا كل ما بقطع مثلا حوالي نص كيلو من اللفت، بحط مثلا شريحتين كده حلوين من البنجر تخان كده، عشان يبقى اللون بتاعهم اقوى. لان مخلل اللفت ده حطي له شمندر او بنجر، يا لهوي على الجمال. عسل يا جماعه، عسل عسل بيخليه. بصوا وديه في حته تانية خالص. ولا لو معتمده على ان انت تشتري مخللات من بره، انسي الكلام ده كله واعملي بالطريقه دي، تجنن تجنن. والمخلل بصي، حتى العيال الصغيره هتحبه، هتحب لونه وهتحب طعمه. عارفين بصوا بيقرمش كده وجميل جميل جميل. هنا لو سلمى كانت بتساعدني، سلمى بنتي كانت بتساعدني، كان عاجبها قوي اللون مع البنجر والشمندر ده مع اللفت بقى خصوصا لما يكون طري زي ما قلت لكم كده، بيبقى حلو كمان. بيبقى عارفه انت المخللات بتستجاب معاكي بسرعه. احنا خلصت البرطمان بتاعي، كنا عمالين كان فاضل كميه كبيره، كنا بنحركه فيه يمين وشمال، شمال ويمين، عشان عايزه الكميه كلها اعملها في برطمان واحد، لان البرطمان ده كبير. هو مش واضح في الصوره قوي ان هو كبير، بس هو كبير، يعني هو واخد حوالي 4 كيلو او 4 كيلو ونص كمان. وانا البرطمان ده اخد مني 2 بنجرايه، البنجرايه كبيره، عشان انا كنت عايزه اللون يتغير بسرعه، اللي هو اللون الموف الغامق ده اللي هتشوفوه الحلو دلوقتي ده. ده خلاص البرطمان كنا بنحاول ان احنا نكبس فيه ونملاه، عشان خاطر كان فيه برضو شويه فاضلين، كنت عايزه اعمله في برطمان واحد، مش عايزه اعمل في كذا برطمان. وهنا بقى في الاخر احط حوالي 3 4 5 بنجرات من فوق كده، عشان تنزل اللون على تحت. والملح بتاعي واخد، هو البرطمان كبير، واخد حوالي 5 معالق كبار حرامية من الملح او 6. هنا بصوا انا بقى بغطي الوش كله بالسمندر، وبعد كده احط الملح 5 معالق او 6 معالق كبار. ولو ملح خشن تمام مش مظبوط. وهنا بقى انا لا سلقت الشمندر ولا اي حاجه، حطيته قطعته زي ما غسلته، برضو غسلته غسله كويسه، وقطعته شرايح وحطيته على طول من غير ما اغلي ميه ولا حاجه زي الناس ما بتغلي، لان كده كده هو هينزل اللون معاكي على طول. وميه من الحنفيه على طول، واحاول ان انا احرك البرطمان يمين وشمال، شمال ويمين، عشان لو في ميه ما وصلتش تحت ان الميه كلها تنزل تحت، يبقى كله الميه. بصوا اللون، اول ما حطيت على طول الميه اللون بدأ يتغير معايا. بصوا دي حلاوته بقى. بصوا هنا بقى بعد ما استوى، بصوا يا جماعه ايه ده شربات ده ولا ايه؟ ده يتشرب يا جماعه من كتر ما هو اللون حلو. بصوا اللون كمان المخلل حلو، بصوا وبيقرمش معاكي وحلو. ونضيف، يعني انت عاملاه في البيت مضمون. والطعم يا جماعه والله ما يختلفش عن بره، واضمن كمان ان هو اللون الطعم احلى وانضف. شايفين الناس اللي بتفطر فول وفلافل الصبح تبقى عايزه حاجه تفتح النفس مثلا، تحط شويه من المخلل دولت. بصوا يا جماعه في منتهى الجمال، في منتهى الجمال يا جماعه والله العظيم. احنا بنعرف نعمل حاجات كتير قوي حلوه في البيت، بس احنا اللي بنكسل. بصوا الميه بتاعته يا جماعه، ايه ده؟ شربات يا جماعه تتشرب. بصوا اللهم صل على النبي. ولو عجبك الفيديو، لو وصلت لحد هنا ما تتخليش عليا باللايك او كومنت. سيبكوا بقى مع المنظر الجميل ده. البنجر بتاعي بعد ما انزل اللون بتاعه، تحسوا ان اللون فتح شويه. بصوا بيقرمش، انا بدوقه واقول لكم بصوا بيقرمش. هو طري كمان وحلو معايا. بصوا يا جماعه، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟
كده انا كنت فاضيه على جنب. يلا باي باي.